السلام عليكم ورحمة الله. كما حكينا في الفيديو السابق انه اليسون سانتوس قريب من نابولي الايطالي، واليوم تجينا الهيرويغو من فابريزيو رومانو رسميا اليسون سانتوس في نابولي. اللاعب انتقل عن طريق الاعارة بقيمة 3.5 مليون اورو، ومع احقية الشراء بقيمة 16.5 مليون اورو. اليوم باش نحكيو على اليسون سانتوس. شنية وصلنا في الملف هذا، شنية عملت الجامعة في الملف هذا، باش نحكيو على اخر اخبار لاعبين الدوليين في الدوريات الاوروبيه. فدعموا الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ويلا بينا. البارح اليسون سانتوس في اخر مباراه ليه مع فريقه سبورتنج لشبونه عمل اسيست اليسون سانتوس مع سبورتنج لشبونه ضد ناسيونال ماديرا في اخر لقاء له مع الفريق قبل الانتقال الى نابولي. اليسون سانتوس دخل في الدقيقة 80 وصنع هدف الانتصار في الدقيقة 90 بلس 6. اليسون سانتوس صراحة اختصاصي في الأوقات القاتلة. أهدافه في الشامبيونز ليج كانت أيضا في أوقات قاتلة. شفنا الهدف اللي سجله في آخر مباراة في الشامبيونز ليج واللي أهلت فريقه في المرتبة السادسة في الدوري مجموعات الشامبيونز ليج بطريقة مباشرة. كان سجل هدف في الدقيقة 95، سجل هدف أيضا ضد مارسيليا. الأهداف اللي سجلها في الشامبيونز ليج هي اللي خلت اللاعب هذا يظهر على الساحة الأوروبية وخلت نابولي يحاول يتعاقد معه. مازلنا مكملين مع أخبار أليسون سانتوس. حسب موقع بوابة تونس، الكلام ذا الكل حسب موقع بوابة تونس بالطبيعة، حسب المنتخب التونسي ينتظر رد نجم لشبونة. المنتخب التونسي كان تواصل مع اللاعب أو وكيل اللاعب أليسون سانتوس كما نشوف ونقرأ مع بعض. في ظل تألق اللاعب البرازيلي التونسي أليسون سانتوس مع سبورتنج لشبونة البرتغالي، تأمل الجماهير التونسية في أن يحمل المهاجم الصاعد أزياء نسور قرطاج. وفي تصريح خاص لبوابة تونس قال والد اللاعب ووكيل أعماله أديلتو بيريرا: تحدثنا مع مسؤولي الجامعة التونسية لكرة القدم بخصوص أليسون سانتوس ونحن في انتظار إجابة اللاعب. وأضاف أن الجامعة التونسية لكرة القدم تنتظر ردا حاليا بشأن طلب اللعب لمنتخب تونس، وتعول الجامعة على أديلتو من أجل إقناع ابنه باللعب مع المنتخب التونسي، بالنظر إلى أن أديلتو يحمل الجنسية التونسية ولعب مع الترجي الرياضي في بداية سنوات الألفينية. وتشير التقارير الصحفية إلى أن اللاعب يحلم باللعب في المونديال القادم، وفي صورة فقدان أمل تمثيل المنتخب البرازيلي فإنه قد يوافق على العرض التونسي. وكان أليسون سانتوس أحد نجوم الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا لهذا الأسبوع. حكينا على هذا. باهي، كما شفنا الأخبار حسب موقع بوابة تونس، فإنه الجامعة التونسية قاعدة تتواصل مع وكيل أعمال اللاعب ووالد اللاعب إن شاء الله في انتظار الرد من اللاعب. إن شاء الله اللاعب يقبل عرض المنتخب التونسي، إن شاء الله المنتخب البرازيلي ما يقدمش دعوة للاعب هذا. صراحة اللاعب باش يكون عنده إضافة كبيرة للمنتخب التونسي لو كان ينضم. اللاعب حسب كما قرينا يحب يلعب في المونديال القادم، يعني كما يلقاش فرصة مع المنتخب البرازيلي ينجم يزيل المنتخب التونسي، وهذا باش يكون باهي برشا. صراحة اللعب في كأس العالم يعني تخلي ملاعبية تجي كما شفنا المنتخب المغربي وقت اللي وصل للديمي فينال كأس العالم، كيفاش شفنا إبراهيم دياز انضم وبرشا ملاعبية ما كانوش أصلا يفكروا في المنتخب المغربي انضموا المنتخب المغربي. فالتراكمات اللي تتعمل بالإنجازات وتحقيق تحقيق مراتب جيدة في البطولات هي تخلي الملاعبية الأوروبيين تنضم للمنتخب التونسي أو المنتخبات العربية الشمال أفريقية، كما نجح المنتخب المغربي في ضم عدد لاعبين أوروبيين عالميين. أسيست لإلياس سعد مع فريقه هامبورغ. فريق إلياس سعد هامبورغ كان ربح المقابلة الأخيرة 2-1. الياس سعد لعب مباراة وماركا عمل أسيست. الدوري التونسي الياس سعد كان حاضرا بقوة بعدما قدم التمرير الحاسم لهدف الفوز، مساهما بشكل مباشر في هذا الانتصار المهم لفريقه. الياس سعد قاعد يقدم في مستويات كبيرة، إن شاء الله يبقى على المنوال هذا إن شاء الله مع نهاية كأس العالم. نمشيو لأخبار آخر. هدف مباراة كبيرة لعلي العابدي مع نيس في الدوري الفرنسي اليوم ضد بريست. علي العابدي لعب مباراة أيضا مع فريق نيس، سجل هدف وحصل على تقييم 8.3 حسب موقع سوفا سكور، قيمة ثابتة في المنتخب التونسي. صراحة يقدم في مستويات كبيرة لعلي العابدي، إن شاء الله يبقى على المنوال هذا إن شاء الله من هنا كأس العالم كيف الملاعبية الآخرين إن شاء الله يبقوا على المنوال الجيد والملاعبية الآخرين
إن شاء الله مستواهم يزيد يتحسن. أيضًا راني خضيرة اللي حكينا عليه في الفيديو السابق اللي باش ينضم إن شاء الله للمنتخب التونسي. راني خضيرة هدف ضد هوفنهايم في البوندسليغا. خضيرة يعني صحيح ملاعب كبير في العمر، وصحيح حفاظ دعوة المنتخب التونسي، ولكن ملاعبي خبرة، ملاعبي يعني يلعب في الدوري الألماني عنده فترة كبيرة، وزيد قائد فريق. يعني إن شاء الله باش يقدّم الإضافة مع المنتخب التونسي. فما برشا عباد تقول اللي ما يلزموش يجي وكل شيء، علاش لا، تجربة علاش لا، إن شاء الله يلتحق المنتخب التونسي ويقدّم الإضافة. ما زلنا في البوندسليغا ونمشيو للاعب آخر وهو اللاعب إلياس السخيري. بعد ما يقارب 500 مباراة في الليغ A والبوندسليغا والمنتخب التونسي، الياس الصخيري يحصل على اليوم على أول بطاقة حمراء في مسيرته. الياس الصخيري اليوم تحصل على ورقة صفراء، ورقة حمراء. تحصل على الورقة الصفراء الأولى وتحصل على الورقة الصفراء الثانية وخرج بالبطاقة الحمراء. عادي جدا أي لاعب في العالم يعني يتحصل على ورقة حمراء. الملاعبية الكل صارت لها يعني عادي فترة وتتعدى. بالنسبة للياس الصخيري نعرفوا مستواه كبير سواء أنا مع فريقه أو المنتخب التونسي. إن شاء الله الياس الصخيري يتجاوز المحنة هذه ويرجع لمستواه. كان هذا كل شيء لليوم حول اللاعبين الدوليين في الدوريات الأوروبية. إن شاء الله نلقاكم في فيديو قادم. اليوم باش يكون عندنا فيديو حول البطولة التونسية، آخر الأخبار وكل شيء. ما تنساوش تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس، تعملوا لايك للفيديو. سلام.